الراجل ده اسمه محمد فوزي الكركي، ادعى ان هو حفيد الرسول سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام، وانه من آل البيت، وانه مبروك، وطلب من الناس اتباعه. حين يبايعونك إنما يبايعون الله. وعمل حاجة اسمها الطريقة الكركرية، ولما حواليه مجموعة كده، وبعدين بدأ يلعب على السوشيال ميديا ويعمل فيديوهات بقى موجهة بطريقة معينة. يبدو ان هو كان معاه مجموعة بتفهم في شغل السوشيال ميديا كويس وعارفة بتعمل ايه كويس. عمل شوية فيديوهات بقى ايه موجهة صح، برسائل موجهة صح، بخطب موجهة صح، ولما حواليه ناس كتير. وكل فيديو بقى كان بينشره كان يدخل مجموعة ضخمة جدا في التعليقات يتكلموا فيه كلام، يعني يشكروا فيه بطريقة معينة ويقولوا فيه كلام كويس قوي بطريقة معينة ويشبهوه بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ومجموعة كانت بتدخل دايما في كل فيديو يقولوا كلمتين معينين: أنا حلمت بسيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام والراجل ده نسخة منه، سبحان الله وشه بيشع نور. وبعد كده راح المملكة العربية السعودية وتصور هناك بقى في الروضة الشريفة وأمام الكعبة وفي المسجد النبوي وفي الحرم. عمل فيديو ادعى فيه إن هم استقبلوه في المملكة وتبارك بشعرة من شعر النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الفيديوهات دي بدأت تنتشر أكتر وأكتر وأكتر، والناس بدأت يعني يقتنعوا بكلامه. ولكن الحمد لله المملكة العربية السعودية أعلنوا أنه بعد الفحص والبحث إن الراجل ده مدعي، وهو مش حفيد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، وإن كل اللي عمله ده ادعاءات، وإن محدش استقبله في المملكة ولا حد تبارك بيه ولا حد قدم له أي دعم ولا عمل أي حاجة، وإن الفيديوهات شعرت النبي عليه أفضل الصلاة والسلام دي مزيف. يا جماعة خلي بالكم، الراجل ده مدعي ومزيف، مش أي حاجة تصدقوها. شغل مخك شوية وشغل عقلك وافهم. الراجل ده مدعي، خلي بالك، الراجل ده مدعي، لا هو حفيد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام ولا هو مبروك ولا أي حاجة من اللي بيقولها دي خالص.